السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى عايزين برضو نوفر وندبر زي كل مرة كده. هنعمل أكلة جميلة بنص كيلو سمك بس. معايا هنا ربع كيلو سمك مكرونة وربع كيلو سمك بربونيا. الأكلة دي بسم الله ما شاء الله هتأكل 4 أفراد، يعني نقدر ناكل كل حاجة وكل اللي احنا عايزينه، بس هنقتصد في الكميات عشان نقدر نوفر ونقدر يعني نوازن الموضوع ونوازن الحالة الاقتصادية بتاعتنا. بصوا هنا كده بقى، انا كنت غسلاه كويس، والليمون اللي انا كنت حاطه عليه السلايس دوت عصرته عليه برضو طبعا عشان ما نهدروش. وهنحط له بقى الخلطة الجميلة اللي هي معلقة توم مهروس، معلقة فلفل احمر مهروس، شطة، ملح، كمون. انا ما حطيتش اكتر من كده. بصوا بقى هنا كده برضو هنستخدم كمية دقيق قليلة خالص، هنقتصد في كل حاجة. وانا ببدر السمكة كده في الدقيق، لازم اخلي الدقيق في كل حتة فيها واضغط عليه كويس علشان الكفر ده يفضل موجود. بصوا بقى انا هحط السمك كله، هبدره كله كده. بصوا عشان ما نهدرش الدقيق وما نرميش الباقي او كده او ما يبقاش زفر، هنستخدمه بقى بالطريقة دي. كل حاجة كده هنعملها ناخد على قدنا، لو احتاجنا نحط تاني. هبدر بقى كل الكمية كده، وبعد كده هفردها كلها في الصينية علشان السمك ما يلزقش ببعضه والكفر يخرج منه. لو عجبكم الفيديو لايك وشير كتير، واشتراك في قناتي مطبخ شامة حلو وحادق، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. وما تنسونيش بتعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتفرحني وبتدعمني. بعد كده بقى هنكون مجهزين حلة على النار، هنحط فيها كده حبة زيت. اول ما الزيت يسخن هنزل على طول عليه كده ببصلايه مقطعاها مكعبات. هشوح البصلايه كده، احمرها. اول ما تحمر معايا، انا غاسله نص كيلو رز، هنزل بالرز عليها وهقلب بقى الرز مع البصله كده. وبعدين هضيف التوابل هي عباره عن معلقه ملح، معلقه كمون، معلقه شطه صغيره، ومعلقه كركم، بس مش اكتر من كده. وهقلب بقى كده الرز في الحله لحد ما يخروش معايا. اول ما الاقيه خروش معايا كده هنزل عليه كده بميه مغليه من الكاتل، هغطي الرز، واول ما يتشرب كده هوطي عليه. هنا بقى معايا تركايه حلوه قوي. بصوا الطبق اللي فيه ميه ده هو اللي هيخلي السمك معايا يطلع مقرمش ويطلع زي بتاع المحلات ولونه ذهبي وجميل كده. باخد السمكية كده على الميه، بغرقها بس في الميه كده عشان الكفر يمسك في السمكة اكتر. وبعدين الزيت بيبقى نضيف ما بيتوسخش، عشان لما بنحط السمك كده بالدقيق بس الدقيق كله بيقع في الزيت والزيت بيسود. انما لو عملنا الحركة دي، اولا الزيت مش هيتوسخ، تاني حاجة السمك هيطلع معاكي كده لونه ذهبي وجميل، وهيطلع مقرمش قوي، وهيطلع يعني طعمه حلو جدا. بصوا كده انا بقى هخلص كل الكمية. عبال ما اخلص كده هيكون الرز بتاعي استوى، وهقدم بقى الاكلة الجميلة دي. بس انا عايزة اقول ان انا هدفي من الفيديوهات دي اننا نرشد استهلاكنا، والمهم ان يبقى الاكلات دي موجودة عندنا، مش مهم الكمية، المهم تبقى موجودة وبناكلها كل يوم، وبناكل كل الوجبات اللي احنا بنحبها يوميا، بس يكون بدون اسراف وفي تدبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.